علي الحبسي، ياسين بونو. ياسين بونو اعتقد يعني انا تعتبر نقطة قوة اكيد للمنتخب المغربي، صح؟ اكيد نقطة قوة كبيرة للمنتخب المغربي. ياسين بونو قدم مستويات جدا كبيرة في الدوري الاسباني، حصل على افضل حارس في الموسم الماضي. دائما البطولات الكبيرة وللمنتخبات اعتقد من المهم جدا امتلاك حارس على قيمة ياسين. اعتقد المنتخب المغربي فريق متكامل من جميع العناصر، سواء العناصر اللي تلعب في دوريات أوروبية جدا كبيرة وفي فرق لها ثقلها الكبير في هذه الدوريات. فوجود حارس، أنا دائما أقول لكل منتخب يريد يوصل للمراحل المتقدمة كثير من المهم جدا يكون عنده حارس متمكن. خبرة ياسين راح تكون لها دور كبير في زرع الثقة في اللاعبين، إعطاء الطمأنينة في الجانب الخلفي. أكيد فرصة كبيرة اللعب في كأس العالم. مجموعة المغرب أعتقد مجموعة قوية، لكن أعتقد أن أنا بالنسبة لي من المنتخبات العربية اللي مشاركة في المونديال يمكن المنتخب المغربي المنتخب اللي عناصره جدا جدا متكاملة، وأنا عندي توقعات أنه يروح لمشوار لأدوار القادمة إن شاء الله. كابتن، المنتخب المغربي المشكل الوحيد اللي عنده حاليا هو الإصابات الأخيرة، خصوصا في الدفاع. آخر إصابة هو أمين حارث، ولحد الآن لم يتم استبدال أو لاعب حارث، والكل يتكلم عن لاعب شاب عنده 18 سنة 13 سنة يلعب في بيرنلي في القسم الوطني الثاني الإنجليزي باسم أنس الزروري. لا أعرفه بكل صراحة، ينتظرون السماح من طرف الفيفا لكي يدمجوه في المنتخب. أظن أن من الناحية الفردية، من ناحية لاعب، هذا أحسن لائحة في تاريخ كرة القدم المغربية، لأن في تاريخ كرة القدم المغربية لم يكن لنا أبدا 3 لاعبين في التوب 10، يعني في توب 10 مونديال، يعني بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان وتشيلسي. عدا اللاعبين ديال إشبيليا ثم اللاعبين ديال ويست هام يعني من الناحية الفردية لا يناقش. الآن هل سيقدر وليد الركراكي على إيجاد لحمة من أجل الذهاب بعيدا؟ هذا ما سنراه مع مباريات المونديال بكل صراحة. توقعاتك كابتن؟ أريد أبدي بالبداية بخصوص ياسين، واحد من الحراس المهمين جدا، رغم أنه بالموسم الماضي كان أفضل بكثير. يمكن نتائج إشبيليا أثرت عليه بشكل كبير، وأيضا كان عنده أخطاء، لكن بالتالي يبقى هو الحارس الكبير اللي الكرة المغربية دائما تخرج حراس، ومدرسة كبيرة أيضا بحراسة المرمى، حراس مميزين بكل الفترات. لذلك هو مصدر قوة للمنتخب المغربي مع باقي الأسماء اللي موجودة اللي تلعب بأفضل الدوريات. الكرة المغربية جيدة، لكن هي مشكلتها في بعض الأوقات بالبطولات الكبيرة، اللحظات الأخيرة، الخطوات الأخيرة ممكن دائما تخفق، رغم أنه هي متفوقة كثير في قارته. لذلك أتمنى لهم التوفيق، والمغرب مثل يعني أيد كلام أخوي علي أنه المغرب ممكن تصل إلى مراحل أكبر. كابتن بقى. والله يعني هو راي في مجموعة صعيبة، يعني احنا نتكلم كثير على كرواتيا ونتكلم على بلجيكا وننسى الفريق كندا اللي أدى مشوار يعني في التصفيات من الأوائل اللي تأهل المونديال. اليوم كرواتيا نشطت النهائي 2018 مع فرنسا، وبلجيكا هذه مصنف الأول. نعم. مصنف الأول فترة طويلة ويبحث على كأس أوروبا وكأس العالم باش يمشي. حتى الجيل يمكن هو يعتبر آخر يعني هي المقابلة الأولى هي المفتاح صحيح التأهل. يعني كل فريق يعني كل فريق يحب باش يفوز بالمقابلة الأولى باش يكون عنده مفتاح للتأهل. يعني احنا نتمناو حظ سعيد الفريق المغربي باش يكون في الدور الثاني إن شاء الله.